السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايبي واخواتي واصحابي؟ ربنا يبارك لي فيكم يا رب، ما يحرمنيش منكم أبدا أبدا أبدا. وعايزاكم تسامحوني كل مرة اقول لكم الكلام ده، بس دي الحقيقة والله. انا عارفة ان انتوا هتسامحوني، ان انتوا قلبكم كبير وبتحبوني وانا بحبكم جدا، وانتوا ما بتغزلونيش ابدا. وربنا يبارك لي فيكم يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا يا رب. بصوا كده، انا الحلقة دهيت انا كنت رايحة عند والدتي. طبعا انتوا عارفين الشقة اللي كنت بوضب فيها، اللي هي جنب والدتي، في العمارة اللي فيها والدتي. وكنت رايحه اشوفها، كان بقالي كتير ما شفتهاش، ما قعدتش معاه، مش ما شفتهاش بصراحه، يعني كنت عايزه اروح اقعد معاه يومين ثلاثه. فروحت رايحه في اليوم دوت كده. احمد كان طالع على الشغل، وده الميكروباص اللي هو شغال عليه. فهو قلت له خدنا معاك ودينا، عشان احنا معانا شنطه هدوم. هتشوفوا دلوقتي الحاجه اللي احنا بننزلها، شنطه هدوم. وخدت معايا المروحه اللي انا حطاها في اوضه النوم والكلام ده كله، فعشان هناك مفيش مروحه. فخدتها معايا عشان من غيرها مش هنعرف، انا عارفه ان مش هعرف انام. فكده احمد خدنا راح يودينا، معانا المروحه ومعانا شنطه فيها هدوم ليا انا وحبيبه وعيشه. طبعا الشقه مردومه تراب على الاخر. احنا رايحين كده، انتوا يعني اخدكم فيها جوله بقى كده. شقه مليانه تراب جدا جدا، لان مقفوله بقى لها فتره، بقى لها يجي شهر ما مديتش ايدي فيها وما رحتهاش. لان تعبت وحبيبه تعبت وعيشه خدت لها دور عيا، فكنا واخدين ادوارنا كده، كانت ورا بعضها واخدينها بالدور. فما رحتش، قعدت فتره ما رحتش. فجيت بقى المره دي بقى ايه، حبايبي جيراني هناك، انتوا عارفين ليا جيران حبايبي هناك. قعدوا يقولوا لي تعالي تعالي، قلت لهم خلاص اعملوا حسابكم، اجيب معايا لحمه حواوشي ونشوي ونشغل الشوايه نشوي بقى لحمه حواوشي، نشوي حواوشي وفراخ ومش عارفه ايه والكلام ده كله. كنت بقى متبله فراخ معايا، حتى كل ده في البث، انا كنت فاتحه بس، وكل ده مصوراه على البث. فيعني عايزين تكملة الفيديو ده، تكملته هتلاقوها على البث. طبعا كده بصوا، احمد اهو وصلنا، بنبتدي ننزل الحاجه وهنطلعها لفوق. احنا رايحين الصبح بدري كده، مش بدري قوي يعني، كانت على الساعه جيلها 12 كده. فطبعا هنطلع الحاجه على فوق وهنبتدي ننطلق في الشقه، لان انا استحاله انام في الشقه من غير ما امسحها. الحمد لله طبعا ان انا قبل ما امشي كنت مخزنه ميه، انتوا عارفين ان الشقه ما فيهاش ميه. كده احمد اهو ماشي رايح يتكل على الله يشتغل، ربنا يوسع عليه يا رب. فهو الفيديو ده قديم مش جديد بصراحة وكده. فكده هنبتدي نطلع الحاجة بقى كده معاكم. اهو طالعين على فوق، نزلت انا طلعت عشان ابص بره لكل عيال نسيوا حاجة على الرصيف، شنطة ولا حاجة، فما لقيتش. لقيتهم طلعون كلهم. حبيبة قالت احنا خدناهم كلهم يا امي. قلت لها طب ماشي يا حبيبتي. خدنا بعضينا وطلعنا على فوق. حتى والله يا جارتي واقفه قدام الباب، هي بتقولي تعالي، سلمت عليها وكده، قصيت الحته دي ان وقفت شويه. فقلت لها مش هينفع اطلع باش الحق امسح الشقه، ولسه عايزه اعمل اكل، لان احنا كنا فطرانين في البيت. فمش عايزه عيشه بقى تطلب اكل وبتاع ومش عايزه اشتري، وانا جايبه اكل معايا، غير ان انا جايبه معايا حاجات اعملها ولحوم وكده زي ما قلت لكم، وبتاع ومتبله وكلام من ده. فمش عايزاها تقعد والجو حر لا تبوظ. ومش عايزه ابيتها في التلاجة، لان كان بقالهم يومين في التلاجة. كده بقى انا ابتديت ايه، دخلت على الاوضه اللي احنا بننام فيها دي. اول حاجه شلنا البطاطين، طلعناها بره الشقه خالص، ننفضها كويس. وكده انا بزعف يعني بنفض الشباك من التراب. وحبيبه يا ربنا يستر عرضها، هي وكل البنات اللي زيها يا رب، دايما بتساعدني، وربنا يديها الصحه يا رب، ويستر عليها هي واللي زيها يا رب. نشوفش فيكي حاجه وحشه يا حبيبه، انتي واللي زيك يا بنتي. كده انا بنشيل الحاجه اهيت. المخدات بنشيلها من الارض وننفض كل التراب ونشيل ده كله. عايزه اقول لكم المشايه اللي في الارض كانت مليانه تراب، وانا بنفضها من الشباك بطريقه يعني فظيعه بصراحه. بشيل المخده، لقيت 300 جنيه تحت المخده. كان اخر يوم بيتنا فيه انا واحمد وحبيبه في الشقه، كان احمد حاطط لي الفلوس دي تحت المخده، وخد بعضه ومشي على الشغل، وانا خدت بعضي ومشيت، ونسيت ان هو سايب لي فلوس تحت المخده. ربنا يبارك لي فيه يا رب، ويوسع رزقه يا رب، ويرزقه برزقنا هو واللي زيه. فكده بقى ايه، فبتدي تشيل. كانوا الشفاشق دي حطينا ميه ساعه واخدينها من عند امي، عشان انا ما عنديش تلاجة في الشقه. فكنا حاطينها جنبنا بنشرب منها، الجو حر بقى بنشرب منها بالليل وكده. فكده دي هشيلها بقى، اطلعها في الشباك وانفضها كويس قوي قوي.
هبتدي انفضها جامد. والاوضه بقى طبعا في ميه، كانت اتاري في ميه ناشعه من الشقه اللي فوقينا نازله على الحيطه، خلت الشقه الاوضه كلها البياض بتاع الحيطه اللي ورا باب الاوضه ده كله مطقطق لبره وواقع وعامل تراب وجير بطريقه غبيه، بطريقه غبيه يعني. كان لازما ولا بد منه. الشقه دي كانت تتنفض نفضه تمام وتتمسح مسحه تمام. حمدت ربنا والله ان انا في اليوم ده مخزنه ميه في البرميل. هي الشقه عايزه موتور ميه، عايزه لازما موتور ميه. طبعا انتوا عارفين الموتور الميه ما يقل عن 3 4000 جنيه. فالحمد لله والشكر لله، ربنا يوسع علينا يا رب ويرزقنا واحنا نجيب موتور. بصراحه هو مش هيخسر في حاجه ومش وحش. دي حاجة. احنا الشقة محتاجة مروحتين، محتاجة تلاجة، محتاجة اللهم صل على النبي موتور مية. كده تبقى الشقة مية مية، يتعايش فيها. مرتبتين على الأقل، مش هقول سريرين، مرتبتين حتى السوسة دولت ننام عليهم. لأن أنا بتعب من نومة الأرض بصراحة، وجسمي بيوجعني اليومين اللي ببيتهم هناك. بروح عظمي كله بيوجعني بسبب الأرض. بصوا كده بقى. بشيل التراب ده. بصوا كل ده من الحيطان. الابيض ده جيره، بصوا البياض الابيض ده، بصوا كله. بس اهو شلنا بقى الزباله، شلت التراب. ابتدي بقى ايه، انا بحب اكنس والمقشه، مش بمساحه. ليه بالمقشه؟ لان التراب المقشه بتاخد الميه بتاخد الميه قدامها كده المقشه، وبتاخد في وشها التراب، بتكنس التراب بالميه، بتخلي البلاط حرفيا زي الفل. عايزه اقول لكم البلاط لونه عامل كده، ده اخره. انا غسلته بكلور على قد ما اقدر، غسلته بكلور كتير جدا، وده اخره. ده مش هيبيض اكتر من كده. الا بقى مع المسيح والاستخدام الكرول في كل مره بنمسح فيها البلاط دوت هيبيض وهينضف اكتر. هي عامه الاوضه دي اكتر حاجه نظيفه في الشقه، هي والمطبخ والحمام. يعني عشان الحمام ارضيته سيراميك والمطبخ ارضيته سيراميك. والاوضه دي يعني بلاطها نضيف عن الطرقه والصاله. الاوضه التانية صعبه جدا، اللي بيشوفها يقول ان انا ما بنضفهاش، لكن والله ده اخرها. بص التليفون بيعمل ازاي، تصويره صعب قوي. ربنا يا رب يفرجها علينا ويوسع علينا باذن الله، ونجيب برضو تليفون ان شاء الله، ربنا عنده كتير. بصوا كده اهوت. على فكرة انا منتجت لكم عشان ما اطولكمش في الفيديو. فانا عملت يعني دلقت كذا مرة مية، دلقت كذا مرة مية. انا بس صورت لكم الحلقة دي يا جماعة عشان دي تكملة البث اللي انا شويت فيه. يعني بعد الموال ده كله انا عملت، قعدت شويت وكلام ده كله، كل ده على البث. بصوا كده احنا بس عشان ما نوطيش فبننشف برجلينا كده عشان ما نوطيش قدام الكاميرا. اهو كده اهو. كده الاوضه اتنشفت. هنفرش بقى السجاده اهي. بس كده اهوت. المشكله ان انا عايزه اعلق المروحه. انا عندي شنيور هنا بتاع واحده جارتي، يعني واحده صاحبتي كانت مديهولي. فبصوا هنا هخرم بيه بعد ما خرمت، وقع تراب في الارض بعد ما مسحنا. بس دلقت شفشق ميه وزحته بالمقشه، نضفت زي ما كانت تاني. هي دي الاوضه دي اللي احنا بننام فيها. فانا خرمت ما فيش غير مروحه واحده. فانا خرمت كده هنا خرم للمروحه احطها هنا لما نيجي ننام. وخرمت لها نفس الموضوع برضو في الصاله. بالنهار لو حبينا نقعد في الصاله بناخد المروحه بنعلقها في الصاله ونشغلها. هو حمل عليها بس هنعمل ايه، يعني ما فيش حل غير كده. بص كده بقى، ده الشنيور اهوت. وده كانت جايبهولي صاحبتي في الشوال ده. هنبتدي بقى دي الاوضه التانية نروقها. كرسيين دول كانوا زياده عند والدتي، قالت لي خديهم حطيهم فوق عندك في الاوضه، يعني حطيهم في الاوضه الفاضيه وكده. وانا بصراحه عندي برضو هتشوفوا دلوقتي في كمبيوتر هنا، ده برضو كنت حاطاه، كان بتاع احمد وهو صغير. فجبته بقى حطيته برضو في الشقه هنا عشان زحم لي الدنيا في الشقه التانية. بصوا كده الخرطوم ده اللي انا بحطه في الحنفيه بتاعه الحمام وبملى بيه البرميل. هتشوفوا البرميل دلوقتي برضو معايا انا بخزن فيه ميه. كده. بصوا البطانيه دي حرفيا مليانه تراب فظيع فظيع، حرفيا فظيع. والشقه كلها مردومه.
ما كنتش هرتاح ولا هنام، استحالة انام ولا يجيلي نوم الا لما كنت اعمل كده في الشقة. فعشان كده حبيبة بقت تقول لي يلا يا ماما نمشي الصبح بدري، نروح على الشقة وننفضها ونعملها، عشان ما تقوليليش مش هبات وتيجي اخر النهار تقول لا انا هروح. قلت لها طيب يا حبيبي. بصوا كده بقى بتقولي مش هنكنس، قلت لها يلا احنا عندنا ميه، انا هرتاح اكتر كل ما ادلق ميه وازيح بالمقشه ايه، هبقى مرتاحه اكتر. يعني انا جايبه لكم انا بدلق ميه مره واحده، لكن انا والله بدلق يعني كذا جردل، بس عشان حبيبه بتقعد تحول من البرميل بالكوبايه وتكب في الجردل ده، بتاخد وقت، فانا منتجه لكم يعني عشان الحلقه ما تطولش عليكم. بصوا كده انا مسحت تحت الكرسي ده واتاكدت انه نضف كويس. رحت عامله ايه، رحت مسحه تحت الكرسي الناحيه التانية. الميه بقى بتتكوم تحت البرميل على ايه، على الايد اليمين كده اهوت، وانا داخل الاوضه ورايا انا كده، ومكان ما انا واقفه ورايا كده محطوط البرميل ومحطوط سباته كده قديمه اللي هي بتاعت البصل والثوم والحاجات دي اهي. بص دي كده مش عايزه ارميها، يعني اي حاجه قديمه ادمت عندي بجيبها الشقه هنا بصراحه استخدمها احسن من ما فيش، يعني بتبقى لما لي الحاجه. وممكن كمان اصنفرها وبيضها تبقى حلوه على فكره السباته دي. بصوا كده برميل طبعا مليان ميه، استحاله حد يقدر يشيله من مكانه، فهنضطر نمسح حواليه وندلق ميه ونمسح حواليه زي ما شفتوا كده، وننضف حواليه كويس قوي. بس وشلت كده في غساله اللي هي البرميل دي محطوطه على جنب الناحيه التانية جنب البرميل دي، برضو شلتها من مكانها ومسحت تحتيها اللي هي محطوطه هناك دي اللي فوقيها الدفايه دي اهي كده. مسحت بقى تحتيها كده. نبتدي بقى ننشف الاوضه اهو، تزيح الميه. انا احب اكنس كده بالمقشه بقى، بتاخد التراب كله يا جماعه كله. جربوا المسح بالمقشه الاول، وبعدين حتى لو عايزين تمسحوا بالمساحه امسحوا بالمساحه بس بعد المقشه. والله هتلاقوا الارض نضيفه زي القشطه، نضيفه زي الفل. كده بقى نبتدي ننشف الاوضه. انا بس بمسح البتاع دوت الكمبيوتر من التراب، اي حاجه فيها تراب كده بروح مسحها ومنفضاها عشان ما يبقاش فيه تراب خالص. بصوا كده يا حبيبه بتبتدي تنشف. هطلع معاكم بقى فين، على الصاله. كده خلاص خلصت الاوضه. بس كان هنا بقى عمالين يتصلوا عليا بقى حبايبنا اللي بيخشوا لنا البث، يا جماعه انتوا فين، يا جماعه انتوا فين، قلت هنصور واحنا بنشوي تبقوا معانا واحنا بنشوي. كنا عمالين نعمل بسرعه بصراحه. كده بقى انا طلعت السنه نفضت الشيله دي. انا عندي الركنه خشبها بارز شويه، يعني يعتبر ما فيهاش سفنج، فالشلتتين دول قدام شويه بس هم محطوطين على الركنه من الخشب اللي فيها، بدل ما بنبقى قاعدين على خشب كده، يعني تحسوا انها خشب صافي كده. فكده بقى نشيل بقى السجاده دي. حبيبه دخلتها البلكونه بس انا قصيت الحته دي، ورجعت قلت لها لا طلعها لي قدام باب الشقه عشان هنفضها جامد على السلم، فطلعتها بره باب الشقه. هنا بقى اخش بيكوا على البلكونه الاول، مش همسح الصاله وارجع انفض البلكونه تردم لي الصاله تراب بعد ما امسحها. فقلت لا لا حبيبه، لا استني يا حبيبه نعمل البلكونه الاول. كده انا كنست ورا باب الباب اللي هو عند ضرفه الشباك دي، ده الشباك اللي احنا خلعناه من الصاله قبل ما نعمل البلكونه. فدي ضرفة الشباك ده انا كنست مكانها كويس قوي، ورحت حطاها، وهحط الحلق ده بتاع الشباك اللي كان متركب في الصاله. بص يا حبيبي انا لقيت برص، تقول الحق يا ماما ده ماشي على الحيطه وخافت. رحت انا وموقعاه في الشارع زقته بالمقشه وقعته في الشارع اهو كده. نشيل بقى الحلق دوت انا وهي دلوقتي. بصوا عشان البلكونه عندنا كبيره، اكبر من البلكونه اللي فوقينا واللي فوقينا، يعني البلكونات اللي فوقينا، فهي البلكونه دي كبيره شويه كبيره لبره، فاللي بيرمي كيس او يرمي حاجه او يطير من عنده حاجه تخش عندي في البلكونه. الموكيته الصغيره دي انا كنت فرشاها في البلكونه قبل ما امشي. كده بصوا البلكونه مردومه حرفيا تراب، اللي تنفض حاجه التراب يخش عن البلكونه، اللي عايل يرمي ورقه تخش عندنا في البلكونه زي ما انتوا شايفين كده. انا ما صورتلكمش معلش يا جماعه، ما صورتش المطبخ
وكده، ولا تنظيف الحمام، لان حبيبه كانت بتوطي في الحمام وما ينفعش، وهي اللي كانت ماسحه الحمام، ما ينفعش انا اصورها وهي بتوطي يعني، معلش اعذرونا يعني. هو ده فيديو قديم عندي، مش قديم قوي يعني. بص كده، ده قالب الطوب ده انا مخليه، مش عايزه ارميه بصراحه، لان عايزه اجيب عليه تاني، لان البرميل اللي عندي جوه بحنفيه، عايزه احط زيه كده تحت البرميل 2 3 فوق بعض، اعلي البرميل لفوق، وبحيث ان انا لو جيت اصب المواعين والميه قطعه زي كده اروح مصبنا تحته يعني، فاهمني؟ ينفعني، لان البرميل محطوط على البلاط. اهو كده كنست البلكونه. الم بقى المقام الكبير ليكوا بقى، الم الزباله ده ايه. بصوا كده، الم التراب ده كده بقى. حبيبه تبتدي تجيب لي الميه بقى، امسح البلكونه. انا دلقت 3 جراد الميه في البلكونه، بس جايبه لكم وانا بدلق دلقت جردل واحد. بصوا كده، انا دلقه 3 جرادل عشان بس احس ان البلكونه نطفت، لان مليانه تراب، رغم ان انا كنستها زي ما انتوا شفتوا لميت التراب كله، بس مليانه تراب. اخش لكم بقى على الصاله. بصوا كده، طلعت التراب كله بالميه على بره، فالميه والتراب بتوع يعني التراب بقى، الميه بتاعت البلكونه طلعت على الصاله. هنا برضو انا شلت الركنه كلها من مكانها، ومسحت امسح تحتيها كده. انا بنفضها الاول، لسه عيشه كل شويه تلعب في الميه، شخطت فيها كذا مره. بصوا كده، بنفض، جبت بقى الحته دي من جوه اتنفض احسن. اهو كده، عيشه عماله تكب لي ميه في الارض. مسحنا كمان اليدات بتاعتها من التراب، نشيلها بقى من مكانها ونمسح تحتها. ده الحمد لله والشكر لله انا عندي برميل ميه في الشقه. انا مش عارفه لو ما كانش برميل الميه ده انا ما كنتش هاجي، استحاله كنت همسح، لازم أنا امسح، اصل انا لازم امسحها، امسح الشقه، ومفيش ميه، يبقى هاجي ليه؟ ما كنتش هاجي. انا استحاله كنت انام فيها كده. اهو كده بقى. هنا اهو في برص، حبيبه شافت برص، طلع يجري ورا طلع يجري ناحيه باب الشقه، طلع من تحت عقب باب الشقه على بره. قلت لها كويس اهو مشي. عرفتي بقى يا حبيبه ان قفله الشقه بتدخل فيها براس عن طريق البلكونه، وانا مش هرتاح ولا هيجي لي نوم الا لما امسحها. احمد، اشخط في حق عيشه عماله تصوت. بصوا كده، بصوا اهو كده. انا بصراحه يعني المقشه، الارض بتشرب ميه، بس المقشه بزيح بسرعه بسرعه، بنزل التراب بالميه بكله كله، وارجع بقى ايه، اروح ايه منشفه بالحته، بس هي الحته اللي فيها الركنه اللي في الزاويه دي مايله، لما بدلق فيها ميه الميه بتجري على الاتجاه الناحيه التانية، ناحيه باب الشقه، فعشان كده بدلق الميه اروح زايحه بسرعه، فكده ما بيقعدش فيها الميه الحته دي اصلا. حبيبه شافت البرص تاني، فرجعت لوراه وخافت. رحت انا قايله لها ما تخافيش، هو مش هيلاقي مخرج، هيخاف هيمشي، وفعلا مشي من باب مشي من تحت عقب باب الشقه. كده بقى ابتدي ادلق ميه على باب الشقه عشان فيه تراب. بقول لها هاتي الكوبايه عشان ادلق بيها ميه. اهو كده نزلت التراب اللي على باب الشقه، حتى الواحد يمد ايده على باب الشقه يجي يفتحه ويقفله، البنت تقف جنبه وانا اقف جنبه، ما يتمسحش التراب اللي فيه في هدومنا يعني. اهو كده بس. ابتدي بقى ازيح الميه كلها على الطرقه. حبيبه بقى واقفه كده بالمساحه عند الطرقه بتاخد الميه على الحمام. لا الاحساس جميل بصراحه. كانت في الشقه بعد ما مسحتها والارض شربت ميه نظيفه،
والكلام ده كله، ونضفتها ونزلت التراب اللي على الحيطان كله، ونفضت شبابيكها ونفضتها كلها، والارض كلها اتمسحت، وبقيت ادلق فيها ميه مره واتنين، ونفضتها كلها ومسحتها، كانت زي الفل بصراحه، كانت جميله. هنا بقى ايه حبيبه كده، هتزيحي الميه على الحمام وتنشف الطرقه. دلقت ميه هي على فكره عندي كده، مش ميه الطرقه، مش ميه الصاله. ابتديت انا ايه بنشف كده الصاله اهو، والمطبخ مسكته مسحته، ومسحت البوتاجاز كان عليه تراب، ومسحت وغسلت البتاع بتاعت المطبخ الرخامه، والحوض نفسه الاستانلس غسلته من التراب، وكله كله خلصت. وما تنسوش يا جماعه تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا سر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك. واشوفكم على خير يا حبايبي، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا. مش عارفه اقول لكم ايه، بتمنى تتفاعلوا معايا، والاقي في كومنتات جات لي، والاقي حاجات كتير حلوه منكم. باي باي.